بوليس حالة عادية عزيزي المشاهد هي سيري كوميدية تم عرضها بين 2015 و2017 وقدمت 3 مواسم بمستوى استثنائي خلى برشا منهم العبد لله يشوفوها أحسن حاجة كوميدية تعملت في تونس بعد شوف لي حل. ومن اللي فات السيزون الثالثة نجم نقولوا اللي ما شفناش حتى عمل آخر تقريبا على الساحة وصل للمستوى وللشعبية اللي وصل لها بوليس. ولذلك نسمع اللي فما فيلم بوليس ما ينجم كان يرجع لي سامحوني في الكلمة بصيص الأمل باش نشوف حاجة كوميدية جديدة تضحك بالرسم بلاصة ما نقعد نعاود في شوف لي حل المرة المليون. فهل كان بوليس الحاجة الكوميدية الجديدة اللي تضحك بالرسمي؟ مراجعة فيلم بوليس من غير حرق برا نبداو. كل عرفت المعلمية موزر خليهم يدخل. سيدة رئيس الحكومة والقضية بخلاف اللي هي وطنية ولات قضية شخصية. حاب نقدم لكم تالي بن عمر ضابط من فرقة أركان الجيش الوطني ومبعوث من فوق. تخيلوا مسلسل بتاع رمضان هذا. كان نبداو بالايجابيات عزيزي المشاهد فانه اول نقطه ايجابيه للفيلم نشوفوها قبل ما ندخل نتفرجوا فيه من اصله وهي طبيعه الفيلم في حد ذاته. يعني انك تاخذ واحده من انجح واشهر السلاسل وتحولها الى فيلم فانك بذلك خلقت ارضيه تاع نجاح مادي تجاري ما تعودش وضمنت اقبال جماهيري كبير بالنظر الى الشعبيه المهوله تاع بوليس. ولذا تبقى كان انك تستغل الارضيه هذه وتقدم حاجه في المستوى ما تحبطش بها التوقعات العاليه تاع الجمهور. النجاح التجاري المضمون نوعا ما انعكس على جودة الانتاج وخلاه يكون اقرب الى ثورة بأتم معنى الكلمة. وشفنا اللي الفيلم تصرف عليه برشا وهذا نلاحظوه في قوة المؤثرات البصرية والتنوع الكبير في تصميم الملابس والديكور ومواقع التصوير اللي مش نذكرها تجنبا للحرق. ولكن الانتاج والفلوس هذه الكل ما يسواو شيء وما ينجموا ما يعملوا شيء اذا ما تحطهمش في يد اللي يعرف يتصرف فيهم ويعرف كيفاش يوظف كل فرنك منهم باش يزيد من قيمة الفيلم. فياما شفنا اعمال تصرفت عليها مليارات ومن فلوس الشعب زاده وهي ما ترتقيش اصلا حتى لعشر كلمة عمل فني. ولكن هذه بهيش حالة فيلم بوليس لانه كان فما مخرج اسمه مجدي سميري على رأس العمل. مخرج شاف الانتاج هذا الكل فرصة تاريخية باش يبدع كما يحب ويوظف الخبرة اللي اكتسبها من بوليس السيري او من تجاربه متاع الخارج. وهذا ما كان وشفنا لعب كبير وخدمة ترعب في كل ما هو صورة مش لازم نخوضه في تفاصيل مملة. ولكن حبيت نركز بالاخص على مشاهد الاكسيون اللي كانت من زمن اخر ومن مستوى عالمي من غير حتى مبالغة. هذه مشاهد خدمت بإتقان شديد فتفوقت بمراحل على أي مشهد أكسيون شفناه في السيري الأصلية أو حتى في أي عمل تونسي آخر وقدمت متعة تظاهر بالنسبة لي المتعة اللي قدمتها الكوميديا في الفيلم. ونجيو توا واحدة من أهم نقاط قوة الفيلم التمثيل كان طيارة من الجميع وما نذكرش معناها حتى واحد قدم أداء خرجني مثلا من الجو العام تاع الفيلم وهذه حاجة عادية بالنظر إلى الأسماء المشاركة. ملك السهرة كان بطبيعة كامل التواتي اللي يقدم في الفيلم هذا كل أنواع الكوميديا وبكل الوسائل اللي تتصورها في مخك سواء بالملامح ولا بالمواقف ولا بالنكت ولا غيره. وجماعة زادة بين فازات أيقونية بالسيري الأصلية وفازات باش تولي أيقونية في المستقبل. هذا الكل زاد أكد عودة كامل التواتي للتربع على عرش الكوميديا في تونس بعد ما تأقلم مع الوضع الفني الحالي والمتطلبات الجديدة في الساحة. فقدم في الأعوام الأخرى أعمال بكوميديا من نوع مختلف بدا بها حقبة جديدة من كاريره بعد حقبة سليمان الأبيض. عودة فنية عظيمة من كمال التواتي ذكرتني شوية بعودة عادل إمام في أول الألفينات. بالنسبة لبقية الممثلين فكانوا كلهم على أعلى مستوى. شفنا الشادي العرفاوي في شخصية رجب وفي كل حاجة حبتنا في شخصية رجب قبل كما شفنا منى نور الدين في دور مثير للجدل ومفاجئ وفاطمة بن سعيدان في دور مثير للجدل اما مش مفاجئ ولكنه كان قوي برشا وخدم الكوميديا تاع الفيلم بشكل كبير. كان نجيو للهدف الرئيسي من الفيلم واللي هو الكوميديا فكانت بالمستوى المطلوب نوعا ما. شفنا في خطوة ذكية من الفيلم تقديم كوميديا قريبة من الجمهور احتوت على ترندز وحاجات من الواقع ومراجع متنوعة كل متفرج ينجم يلقى روحه على الأقل في واحدة منها. ورغم هذا كان فما بعض اللقطات متاع تهريج زايد وهذا مفهوم كون الفيلم يحب يضحك كل الفئات العمرية ويتوجه لأكبر شريحة ممكنة من الجمهور. ولكن كان تحب تستمتع بالحق بالكوميديا متاع الفيلم ننصحك تنحي من مخك أي مقارنة مع السيري الأصلي. اوه ماي دوغ. قبل ما نتعداو نحكيو على السلبيات نحب نحكي في زوز نقدر عليهم برشا حديث. الغشة ونضال السعدي. مشاهد الغشة صحيح كانوا موجودين ولكنهم ما كانوش برشا وما عدا مشهد ولا اثنين البقية ما كانوش اوفر وما يتفهموش بالساهل من اصله. وبالطبيعة لازم ما ننساوش لهذه سينما مشتبسة يعني كان نحكيو كوتي سينما بحت فانه المشاهد هذم كانوا مناسبين وخدموا الغايات الكوميدية على اكمل وجه حسب رايي. بالنسبة لنضال السعدي ورغم انه ما اثار اعجابي في حتى عمل ليه قبل وكنت نشوف انه ديما
عنده برود في الاداء في ادواره الدراميه، الا انه في الفيلم هذا الدور كان راكب عليه ومناسب ليه اكثر من العاده، وشفناه يحاول يعمل في حاجه جديده ومحاولته كانت ناجحه حسب رايي. نضال عطانا دور كوميدي نادر من غير حتى مبالغات او تهريج، وكان معبي بلاصتو في كل مشهد ليه. ولكن هنا تجي النقطه المهمه، نضال السعدي قدم دور كوميدي قوي كان تاخذه وحده، اما الغلطه كانت في انه قدموه، او على الاقل حسيت انه قدموه كمعوض للطفي العبدلي، وهذا اللي مش ممكن، لانه الفراغ اللي خلته شخصيه عمار كان تاثيره واضح على العمل. بالاضافه الى انه لا نضال السعدي ولا شخصيته نجموا يعوضوا الثقل الكوميدي والحضور اللي عند لطفي العبدلي في شخصيه عمار. كان جيو سلبيات فيلم بوليس، فانه بصراحه القصه كانت عاديه، بل عاديه جدا، تضعيفها من الاخر علاش حشم حبكه هشه تتنسى في لحظه بشخصيات دوافعها مبهمه ونهايه اقل ما يقال عنها مبلفطه وتم استسهالها اكثر من اللازم. هو كي تجي تشوف الثلث الاخراني الكل نتاع الفيلم كان مزروب برشا من جميع النواحي. اما نرجعوا للقصه الحقيقه حسيتها هي اللي كانت سند للنكت في الفيلم مش العكس. يعني الكتاب خذاو النكت اللي عندهم وبناو عليهم القصه اللي تنجم تفرش لهم للبانش لاين من غير ما يلوجوا باش تكون فما حكايه من اصلا. صحيح الفيلم هو كوميدي ومش درامي، ولكن كنت نتمنى نشوف قصه تكون اكثر تناسق واكثر تناغم، نزيد من قيمه التجربه عندي بصفه عامه. اخر نقطه او اخر سلبيه باش نحكيو فيها هي المراجع من الواقع اللي حسيته في العديد من المناسبات مسقطين وخرجوني من الجو العام تاع الفيلم. لي ريفيرونس هذوما كي تركز معاهم تلقى اللي هما مثلوا فقط طريقه سهله ومختصره على الكتاب باش ينتزعوا الضحكه من المتفرج باقل مجهود ممكن. يعني نوافقك اذا انت تعرف انك تقدم في فيلم تجاري اللي القاعده الجماهيريه نتاعو باش تكون جايه اغلبها مثلا من التيك توك، فتقوم تقدم لهم كوميديا في الستيل هذاك اللي يحبوه وبازيع على حاجات وترندز يعرفوهم. ولكن الحكايه هذه ما لازمش تكون طاغيه، وخاصه ما تنسيكش اللي انت تعمل في السينما قبل كل شيء. نفس الشيء المراجع في اللحظات الدراميه ومشهد النهايه مثلا، الشخصيات اللي حضروا او تذكروا او تعمل لهم اوماج هما شخصيات عظيمه من غير شك. ولكن الحق يقال الطريقه اللي تعداو بها حسيتها مسقط، وكانت اقرب الى وسيله لاستماله مشاعر المشاهد واللعب على عواطفه بطريقه في النهايه عزيزي المشاهد، فيلم بوليس تمكن من خلق معادله تجاريه ناجحه بالاعتماد على شعبيه وشهره السيريا الاصليه اللي اعطته الفرصه لضمان النجاح في شباك التذاكر، وهو استغل الفرصه هذه وقدم مزيج ممتع بين ارث بوليس حاله عاديه وقوه الاكشن وخلينا نقولوا عصريه الكوميديا. النوعيه هذه من الافلام يحسب لها انها تتمكن في كل مره من انها ترجع الناس والعائلات لصالات السينما وتعطي نفس جديد للفن هذا، الفن اللي مازال يحتاج برشا خدمه في بلادنا. بصفه عامه فانه فيلم بوليس كان موفق وكتجربه كان ممتع، ولكني نتمنى من كل قلبي اني ما نشوفوش في شكل مسلسل في رمضان، ولا نشوف منه جزء ثاني اذا مش باش يقدم افكار جديده كليا. ولذا فانه تقييمي لفيلم بوليس هو 6.5 على 10. فاذا تفرجت في الفيلم عزيزي المشاهد اكتب لي رايك الشخصي فيه، وكان عجبك الفيديو تنساش اللايك سبسكرايب والشير. الرحمه على الشهداء والمجد للمقاومه، انه لجهاد نصر او استشهاد. وبرا تفرج.